بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم إن شاء الله فيديو جديد، رب ينال إعجابكم بدون مقدمات كتير. إن شاء الله النهاردة يتكلم عن شرح استخدام الحلبة وفوائد الحلبة. قبل ما نتكلم إن شاء الله عن إزاي نستخدم الحلبة للحمام، نتكلم عن الفوائد بتاعتها. يلا بينا نشوف الفيديو. ومش طالب منك لا تشترك في القناة ولا تديني لايك ولا تفعل زر الجرس ولا تعمل أي حاجة نهائي خالص غير لما تسمع الفيديو للآخر وتتفرج عليه وشوف. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس وصلي على النبي تحت. عن فوائد الحلبة واستخدام الحلبة للحمام. بس بداية قبل ما نتكلم عن ازاي نستخدمها هنتكلم عن الفوائد، عشان لو عرفت الفوائد بتاع الحلبة هتعرف هتحب الاستخدام وهتطبقها. الحلبة مفيدة زي ما انتم شايفين كده، مفيدة جدا لريش الحمام وبتقتل جميع الفقرات نهائي. يعني سوس الحمام ما بتبقاش في الريش اللي هي بتكون سبب أذى للحمام وتمص الدم من الريش بتاعه، فتلاقي الحمام دايما كاشش أو الريش بتاعه مش متستف متبهدل. هنعرض عليكم دلوقتي كام فرد كده. هنفرد دلوقتي جناح الفرد، ما شاء الله هتلاقيه متستف، وهنعرضه من بره ومن جوه مش هتلاقي فيه حاجة خالص. يعني بتقتل سوس الريش دي ما بتكونش موجودة خالص. وبالنسبة للذبابة بتطير برضه من ريحة الحلبة، لأنه الحلبة بتخليه يفرز إفرازات في جسمه، فبتطلع في الريش، أو الريش بيتغذى منها، فمواد وعناصر الريش بيتغذى منها والحشرات بتتأذى منها، فبتروح بفضل الله خالص. هو زي ما انتم شايفين، هسيبكم تتفرجوا وانا هكمل الشرح بتاعي. كمان الحلبة مفيدة للدورة الدموية للحمام، وخاصة في فترة القلش اللي احنا فيها دلوقتي. الحلبة كمان بتقضي على الدهون الزايدة، يعني الطائر هيكون عضلات بدون دهون. دي جميلة جدا يعني للناس اللي بتسابق وبتخش السباقات. يعني تقديم الحلبة شيء طبيعي وشيء جميل خالص يعني. الحلبة كمان فيها مواد بتساعد على إنبات الريش بسرعة، بالأخص في فترة القلش اللي احنا موجودين فيها حاليا، لبداية موسم فرخ جديد كله خير بإذن الله. فدول خصوص أو حمام عرضناه ليكم بفضل الله، وباقي الحمام كله كده يعني. بس أنا حبيت أختصر، ما جبتش غير جزء بسيط عشان وقت حضراتكم بس وعشان الفيديو. فالحلبة جميلة جدا يعني بالنسبة للريش تستخدمها، وزي ما قلنا بتقضي على الدهون الزايدة، بتقضي على سوس الريش وعلى الذبابة، بتقضي على الدهون، بتخلي طعم الحمام بالنسبة للزغاليل كويس، وبتقضي على الدهون عند الكبير لو للسابق. كمان الحلبة محفز قوي على زيادة الخصوبة عند الإناث والذكور كمان، وبترفع هرمون الذكور، وكمان بتزيد معدل البيض بغزارة عند الإناث. والحلبة بتزيد مستوى الرغبة عند الإناث والذكور. خلي بالكم يا جماعة، الحلبة محفز قوي جدا لزيادة الرغبة عند الإناث وعند الذكور اللي هي بيكون عندها برود، بتزيد من مستوى الزغاليل ما شاء الله. الحلبة كمان بتساعد على عملية سوء الهضم. لو عندك الطيور بتاعتك عندها سوء هضم مثلا، بتاكل كميات بسيطة، هي فاتح للشهية، فبتزيد عملية الهضم عند الطيور، فبتخلي الطير عن أو فاتح للشهية كمان، فبتخلي الطيور عندك ما شاء الله يعني صحتها كويسة. وكمان زي ما قلنا من شوية كده، بيساعد على معدل تحويل البيض عند الناس، بيكون بغزارة، فبتلاقي كمان ما شاء الله عندي والله العظيم بيلحم العش والعش لسه زغاليل زي ما أنا بوري لحضراتكم كده. وبسم الله ما شاء الله شغالين 100%، ولسه ده زغلول واحد أهو تحت الأهالي، التاني كمان واهاليه نايمين في الطاجن هيحصوا. وواحد اللي انتوا شفتوه محصي، وده ما شاء الله لسه زغليل اللي بقى ايه عفوا البطش. وما شاء الله الاهالي ان شاء الله بتحضر العش وفي قص تاني اهو، بسم الله ما شاء الله، تحتيه زغلولين. يا جماعة الحلبة والله العظيم لو تداوم على استخدامها بإذن الله بإذن الله ربنا يجعلها السبب، بسم الله ما شاء الله، في زيادة الإنتاج عندك، اللي الناس ما بتريحش. لو فيه ناس عندك عندها دهون أو كده، هي بتساعد على إذابة الدهون. كمان فتح للشهية، بتخلي الأهالي تزق للزغاليل بسم الله ما شاء الله، بتملى الحوصلة بتاعتهم. ده قص تحتيه زغلولين تبارك الرحمن. وقص هو هنوريهولكوا تاني برضو، ده محص وتقريبا فك النهارده لسه اهو، لسه والله ببص عليه دلوقتي وانا بصور بالفيديو. هي حصوية فكت بسم الله ما شاء الله، والتانية تقريبا لسه يعني ايه، ممكن تفك بكرة او بعد يعني. طريقة تقديم الحلبة يا جماعة إن شاء الله هيكون كوباية في نفس المعيار تضاف على لتر مية، 1 لتر مية. بنستخدمها كم مرة في الأسبوع؟ مرتين بإذن الله تعالى في الأسبوع، وتستخدمها أسبوعين ورا بعض، يعني في خلال أسبوعين تستخدمها 4 مرات. والأفضل إن أنت تستخدمها يومين ورا بعض عشان تجيب معاك
أفضل النتائج، وبإذن الله من أول استخدام هتلاحظ نتائج يعني جميلة جدا، وهتلاقي السوس بإذن الله انتهى من عند الحمام، ذبابة الحمام طارت خلاص وهاجرت المكان أصلا، وهتلاقي عندك الحمام بدأ يفك ريش بسرعة. لو حمام بيفك ريش عندك مثلا شبابات أو كده، جميلة جدا برضه زي ما ذكرنا بالفيديو للقلش، فبإذن الله هتجيب معاك نتائج كويسة. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون نال إعجابكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمتم في حفظ الله.